اكتر من 50% من عملاء شركه ديدي عاوزين يركبوا ببلاش او يركبوا بخصم كبير، بحيث ان هو يدفع مبلغ صغير اخر الرحله. ساعات تجي لك جنيه، 5 جنيه، 7 جنيه، وده عشان الخصم اللي هو واخده. في ظل نزول شركه ديدي مصر كان السوق مقسوم لنصين. اول حاجه عميل اوبر وكريم اللي هو مش فارق معاه فلوس ولا فارق معاه اي حاجه، اهم حاجه كابتن نضيف وعربيه نضيفه. تاني حاجه عميل اندرايفر اللي هو عاوز يوفر على حس اي حاجه بقى، اهم حاجه ياخد سعر قليل، مش فارق معاه لا عربيه ولا كابتن، اهم حاجه ياخد اقل سعر. فديدي عاوزه تخش في وسط الاثنين ويبقى ليها جمهور، فعملت قالت تعالى يا باشا وهديك 3 رحلات ببلاش ورحلتين ببلاش وخصم 50%، ولو جبت واحد صاحبك مش عارف هتاخد عليه مش عارف ايه. وعملت موضوع كبير وهليله كبيره، لمت كل الناس اللي كانت بتركب ميكروباصات او جزء منهم كبير. طب انا بركب الميكروباص بكام؟ ب 10 جنيه، ب 5 جنيه، لا انا اركب مع ديدي. فعشان كده بتلاقي عميل ديدي بيحضر الجنيه وال2 جنيه وال7 جنيه، عشان هو كده كده ما كانش بيركب مع الشركات التانيه قبل ما تنزل ديدي. وانا مش بقول كل العملاء، انا بقول حوالي 50% من عملاء ديدي بس.